امم يا ليش هيك؟ لا غلط. اوكي روقي لا خلص عادي لا روقي مريم. مرحبا للجميع. اليوم فيديونا رح يكون مع احمد ومريم. هلا فيكم بعد زمان. نورتينا اليوم يا مريم. فيديونا لليوم رح يكون عبارة عن تقييم الوجبات من المطاعم الغربية. مريم متحمسة للفكرة؟ ايه بكره تندم جميل. متحمسة كثير اليوم. اعتبروا مريم عروتي بهذا الفيديو. كلام كبير. نحكي كلمتين بيننا وبينكم. بدنا هذا الفيديو تفجروا لايكات وانتم عارفين ليش. مريم رجعت لنا بعد غياب معانا مثل ما كنتم شايفين. والله كثير استقبلت لكم يا متابعيني. ونحن كثير مستمتعين معك اليوم يا مريم. نورتينا. لو حابين مريم تطلع معنا بفيديوهات قادمة ان شاء الله اكتبوا لنا هذا الشيء بالكومنتات. وانا ماني مشتاقة لانه دائما مع بعض طبعا. اكتبوا لي بالكومنتات اذا رسالة تابعين حلو ولا لا، سالي حلو ولا لا. انا طبعا كنت غايبة عنكم لانه عندي دراسة. هلا لفظيت كللت اصور معاه. اذا حابين اطلع بالفيديوهات قادمة حطوا لايك. وهلا جاهزين لحتى ناخذ مع بعض اول جولة؟ اكيد. بأول جولة رح يكون معنا أكثر شغلة بتعشقها مريم بالحياة وبالكون وبالدنيا وبالكوكب وبالفضاء وبالأرض. شو هي؟ البيتزا. يب طبعا حابين لكم مع اقتراب العيد كل عام وانتم بألف خير. يرقى علينا وعليكم بالصحة والعافية وتدوموا دائما بخير. تابعونا على حساباتنا الانستغرام لحتى تشوفوا الصور اللي رح ننزلهم بالعيد. مطعمنا بهذه الجولة هو بيتزا ليزا. رح يكون لكل واحد منا بيتزا ندوقها ونقيمها مع بعض. مريم هل بتحسي نفسك انت فينك تقيمي الاكلات لما تاكليها؟ مثلا انت اذا اكلتي بطاطا برجر هل فينك تقيمي من 10؟ مثلا الكولا، تفضلي الكولا قيمي لنا اياها من 10. قديش من 10؟ 100 من أصلا. لا انت هيك انا هلا عرفت هلا انتوا اخوات. احمد دائما يقول 100 من 10. 10 وتحت 9 8 7 قديش تعطيها؟ 5 من أصلا. والله متحمسة كثير. خلونا نفتح البوكس مع بعض ونشوف شو في بداخله. يلا اوكي يلا يا مريم حاولي تفتحي اياه. اوكي كفو عليكي. ليكوا على شكل البيتزا كثير 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 رائع راح يكون. واو طبعا جايه مشكله. هي فصول 4 مو فصول 4 بصراحه مشكله فقط. حافظت الطريقة. في معها زعتر كالعاده. وهاي طبعا مشان تمسك البيتزا. وين بيتزا؟ اوه ليش هيك عندك؟ ليه كان البيتزا مصغر عندك؟ ليش هيك؟ وين البيتزا تاعت مريم؟ يا شكلها جاي من المطعم مو تمام. خلص روقي مريم. والله مطعميكي من عنا حبيبتي ماشي. صراحه من اول جوله هيك يطلع لمريم. طبعا مريم لا تخافي في معنا عده جولات. هاي الجوله اذا كانت مو تمام الجوله الثانيه ان شاء الله بتكون افضل. اوكي صحه وهنا. اكلت اولنا بيتزا. احمد خلينا ندوق انا وياك ونقيم البيتزا الاولى. اوكي هاي اول بيتزا معنا. مريم انت اشربي كولا. اوكي نحن البين ما نخلص بدنا نقيم. ما بعرف صراحه ليش اجت فاضيه. انت شو قولك؟ شو صاير؟ ليش هيك اجت فاضيه؟ المطعم غبي عجب. ليش؟ معقول اللي جاب الدليفري هو الاكل على الطريق؟ عن جد شو انا مش دخل بلس هيك بيطلع لي دائما بحظي. لا مو دائما، هي اول مره. مريم روقي. اول مره بيطلع لي هيك بالفيديوهات. انا كثير متضايقه. دوقك من عنا. بتمزح معي؟ لا عن جد انت خلص هيك نصيبك وحظك. اوكي قبلانه فيه رضيانه. والله انك قنوعه يا مريم. صراحه البيتزا بشوفها بتركيا كلها طيبه. عن جد رائعه. واو ممكن تعطيني الكولا من جنبك؟ مريم ليش صافنه هيك؟ تحبي تاكلي معنا؟ لا تفضلي. فاضية بعيدة. انت حظك تضحك احسن لك. لا ليش عم تسكريها؟ خلصتي؟ اكلت البيتزا مريم الف صحه وهنا. لا ما اكلتها. طيب مين اكل بيتزا تبعتي؟ حبيبتي هي اجت فاضيه. مين اكلها؟ مين اللي ياكلها يعني؟ اذا فاضية. روقي طيب مريومة بلكي العامل كان جوعان. خلص اخذنا بريك بسيط لانه عم يأذن. مريم طلع صار زعلان كثير الصراحة. عن جد نحن بنعتذر منه كثير. بس شكله انه نحن طلبنا البيتزا عند الافطار فالعامل هو جاي اكل على الطريق. بس على حظك اكل تبعيتك. ليش ما بعرف. انت زعلانه هلا مشان هذا الموضوع. طيب شو رايك ندوقك شقفه صغيره من عنا مشان تقيميها لانه بدنا ناخذها لنا طبعا عرفتي. حاعطيك هاي الشقفه. اوكي عن جد ما عم بمزح معك. انا بقيم واحد. قيمي واحد؟ طب لسه ما دقتيها كيف بدك تقيمي واحد؟ بس واحد. ليك انت ما طلع لك بيتزا. انا ما فيني اعطيك من البيتزا تاعتي. هاي البيتزا الي صح ولا لا؟ الجوله اللي بعدها معنا شغلات حلو يعني. شو واذا هي جوله واحده كلها خلص. اكلها كلها؟ تمام شكرا. اوكي انا بقيم هاي المرة واحد بس. اوكي نحن رح ناكل البيتزا كلها هلا. جاهز احمد؟ ايش هاي؟ طبعا يا جماعه عن جد مريم تعشق البيتزا. مريم بدنا نضل هيك. خلص عادي دردشي معانا. هالمره ما طلع لك يعني اكل. تفضلي احكي لنا شوي عن مدرستك. كنت بالمدرسة بعدين اعطوني ورقة امتحانات نزحت بالساعة 10 بالليل. صرت اخذ دروس اونلاين. كفو عليكي والله. الف مبروك على نجاحك. لذيذة جدا. طبعا احمد انتقل للصف الثاني ومريم انتقلت للصف الاول. صرت انا صف ثالث يا حبيبي. انت حاليا صف اول صحيح؟ حبيبي انا صف ثالث لسه ما صرت ثالث. طبعا عن جد مريم كان كثير لك انه انت ما تضايقتي انه ما وصلك الاكل. وان شاء الله هالموضوع ما بينعاد.
طيب هذا من وين هاي الزبيب؟ من مطعم. ليش شوي خلونا نسال مريم يا جماعه، حاليا انت جوعانه؟ يعني حابه نروح على الجوله الثانيه مشان ناكل؟ انا هديت يا زلمه هلا. ليش هديتي طيب؟ لانه في جوله ثانيه. اوكي هلا رح نروح على الجوله الثانيه ونشوف شو رح يصير معانا. جاهز احمد؟ يلا. هاي طبعا الي ما فيني اعطيكي منها، انا اسف عن جد، انا بعرف انه انت بتحبي البيتزا كثير ولكن انا رح اخذها. ورجعنا لكم مع الجوله الثانيه. هلا تحسن مزاجي شوي يا متابعيني، بدنا نصور الجوله الثانيه. بهاي الجوله رح يكون معانا 3 بوكسات كمان ولكن مختلفين عن الجوله الاولى. خلينا نشوف مع بعض شو هن. 1 2 3. وهي كاتشب لمريم، اكثر شيء بتحبه مريم الكاتشب طبعا. واحمد بيحب المايونيز. بوكس لاحمد كالعاده، بوكس لمريم وبوكس لإلي. طبعا مريم خليه هيك هلا هون تفتحيه. جاهزين نفتح مع بعض؟ جاهزين. 1 2 3. واو يا سلام على البرجر، يا سلام. ليش سكرتي مريومة؟ يا ليش هيك؟ يا فاضي والله. ما عندي الا قطعة خبز. عايف لك بطاطا بس هالمرة، شو بك مع الكاتشب؟ صحة وهنا. طبعا مريم رح يكون لها بطاطا فقط. ونحن رح ناكل برجر. عن جد ليش هيك صاير؟ مريومة يمكن بالجولة اللي بعدها في شغلة طيبة وتطلع لك. عن جد انا صدت نفسي وأنا وما بعرف كمان. ليش هيك صار. يعني مريم ما رح تاكل لا بيتزا ولا برجر ولا رح تقدر تقيم معانا، فهذا التحدي شوي صار هيك مو منيح. انا نفسي انه اعطيها تبعي بس ما بحسن، بدي اكله اكمله. انا حتى كمان حاب اعطيه البرجر ولكن بصراحة ما فيني، يعني هو اجى الي. شو قولك انت؟ شو عم بيصير؟ ليش هيك؟ خلص رح اكل انا اروق شوي. ما علينا، خلينا احنا ناكل ونروق انا واحمد ونعطيكم التقييم الاصلي للبرجر والبطاطا اكيد كمان. وكاتشب قلب البرجر كثير. بسم الله. وهاي البطاطا عن جد رائعة. هاي ما لها لازمة ابدا. لشو هاي؟ خلينا نشيلها. بتفضلي البرجر ولا البيتزا؟ 1 2 1. الاثنين كلهم واحد، لانه ايش هذا الحظ يعني؟ ليش ما بتطلبون من اذان؟ ليش ما بتطلبون من هلا؟ يعني روقي عن جد روقي. هذا عامل ثاني، عرفتي؟ هذا واحد ثاني، اللي وصل البيتزا واحد واللي جاب لنا البرجر واحد ثاني. معقول المطعم ما عم يحط هو؟ انه ليش على حظك عم يجي هيك بس؟ يلا اصلا انت ما بتحبي البرجر ولا البيتزا؟ بحب الاثنين، ليش هيك عم يطلع حظ يعني؟ كعصبت روقة احمد. كان نفسي اعطيك بس ما بحسن، ايش لي بحالي؟ خذي هاي روقي فيها. وهاي احلى كاتشب لاحمد. اعطينا كاتشب هيك. هيك دقيقة. واو هلا الجولة اللي بعدها بيجيك شيء حلو. روقي. لا مريم عن جد زعلتي؟ هيك روقي حبيبتي روقي. خلص الجولة الثالثة ان شاء الله رح تكون افضل. اوكي يلا بوكس. اوكي فيش اهرب البوكس هلا. اوكي تفضل احمد هيك كاتشب. طبعا نحن بناكل كاتشب. مريم لا عن جد اذا مريم هيك زعلت انا بطلت اكل خلص. روقي. وهي احلى بطاطا فيها كاتشب. اوكي روقنا نروق هاي الجوله اللي بعدها ان شاء الله بكون افضل. اوكي والله لازم نحكي للفخامه، حابين نحكي لكم انه الشيء اللي عم يصير معنا ما بنعرف سببه، ومريم هي معنا ضيفه بهذا الفيديو، وهذا الشيء بصراحه عم يستفزنا انه ليش كل مره هيك عم تيجي فاضيه. المره الاولى عند الافطار طلبنا البيتزا فلذلك اجت بشكله اللي بوصل الدليفري هو الاكله على الطريق. يمكن حظه حلو بالجوله اللي بعدها رح يطلع شغله كثير طيبه. صحيح تمام، ممكن الجوله اللي بعدها تكون افضل لك. انت بكل الاحوال ما بتحبي البرجر صح؟ طبعا مريم طلعت معنا فيديوهات من قبل على القناه، ولكن اللي ما بيعرف كثير منيح حاليا هي رح تعرف على نفسها. يا مريم قديش عمرك؟ 5 سنين. 5 وداخله بال6 سنوات. طبعا في كثير ناس فكروكي على القناه انه انت كبيره عمرك 8 وهيك قد احمد وكذا، فقالوا مريم صغيره. هي صغيره يا جماعه، هي عمرها 5 سنين. قبل طلعت معنا كانت 5، هلا داخله بال6. فصراحه نورتينا واسفين للشيء اللي عم يصير معنا اليوم بالفيديو، وان شاء الله قدام رح يكون في تحديات مع بعض حلوه تمام. بس يعني انت بصراحه شو احساسك هلا؟ ما بكره تصوروا معي فيديو احلى من هذا، من الصبح لما تفيق مو احنا صايمين. هلا عن جد ضايقتي؟ طيب هلا الجوله الثالثه هلا نهي. هاي اخر شيء هلا رح ننهي. مع الاسف فكرنا في جوله ثالثه وطلع ما في جوله ثالثه للاسف، فلذلك رح ننهي الفيديو هلا. واسفين كثير من مريم، ما طلع اليوم شيء ابدا، ولا قدرت تصور معنا فيديو، ولا قدرت تحكي، ولا قدرت تنبسط نهائيا. احنا اسفين كثير يا مريم منك. خلص لا تعصبي هيك، عن جد لا تعصبي، انا موهون علي تزعلي تمام؟ عن جد لا تعصبي مريم. احكي لك كلمه احمد. خلص عن جد لا تضحك عليه، لا تضحك على مريم. اوكي ما بعرف ليش هيك صار معك، بس عن جد ما طلع لك لا بيتزا ولا برجر ولا شيء. لا غلط. اوكي روقي لا خلص عادي لا روقي مريم. طبعا مريم حاليا خلصنا الجوله الثانيه وهذا اللي صار. اوكي انا ما فصلت لك بصراحه شوي اللي صار، خلينا ناخذ الجوله الثالثه ونحكي لها لمريم القصه. وهلا بهاي الجوله رح نشرح لمريم كل شيء صار معنا، ولكن طبعا في معنا تقييم جديد. خلينا نفتح ونشوف شو اللي داخل الكيس. واو شوكولاته كبيره رح تكون لاحمد طبعا. هلا خلوني انا اشوف شو في عندي. بسكوت بس كمان كبيره، وراح تكون لإلي، ويلي ضل بالكيس لمريم. يلا يا مريم خذي طالع البقيه. شو
خلص روقي مريم روقي والله روقي، عم نمزح معاكي تمام؟ عم نمزح معاكي. بطلت اصور. روقي مريم، ممكن تيجي نرجع نصور؟ لا خلص هيك عم تضربي خالك؟ طب ليش عم تعملوا هيك فيني؟ خلص عن جد رواق ريلاكس. مريم شكرا كثير لك لانه رجعتي بعد كل هذا الاستفزاز يلي صار. باختصار شديد انا واحمد كنا عم نعمل فيكي مقلب. كل شيء صار معنا بهذا الفيديو هو مزحه، وكل الاكلات موجودين وما راح شيء منهم ابدا. خلينا نشوفهم مع بعض. هاي البيتزا تاعتك وهي البرجر تاعك وهي هي الك. هي الك انت، في لك شغله ورا الكاميرا. دقيقه شوي. هي تاعتك مريم. الجوله الاولى كان عندك بيتزا، الجوله الثانيه برجر، الجوله الثالثه اكبر كيكه واغلى كيكه بيناتنا رح تكون كمان لك. عن جد دقيقه شوي تفضلي مريم. طبعا نحن حكينا لانه ما تاكلي كثير، خليكي هيك جوعانه شوي لانه عندنا فيديو رح نعمله. فهي تحمست وكذا واجت على الفيديو ما عادت تلاقي الاكلات ابدا. ما هي يعني ما عم تاكل، كانت مشان تيجي هلا بالفيديو تكون متحمسه وتعرف تعمل تحدي معانا، ولكن بتنصدم بالشيء اللي صار. صحه وهنا، خلي تاكل تتهنى. عن جد مبسوطه؟ تقبلتي منا هذا المقلب؟ مسامحتينا انا واحمد. طبعا نحن كنا عم نضحك يعني عليك بصراحه، هذا مزح هذا الشيء، والله ما قصدنا وما حبيت هذا الموضوع، بس حبينا نستفزك وانت بصراحه كنت قويه. كفو عليكي. لا مو هيك، هي بتيجي هيك ليكي. طبعا في كاتشب. وين الكاتشب؟ خلينا ندلل مريم. وهي كاتشب على البيتزا هيك. كتر هي بتحبها. احمد شو رايك انا وياك نفتح هدول نشوفهم مع بعض؟ انا صراحه بالي افتحها. انا صراحه بحب هاي النوعيه. انا عندي باين فيها طبقات كثير. تحدي الطبقات. خلص انا كيبت 5 بالعشرة. والله كفو عليكي. طبعا نحن عم نعمل فيديو تقييم وما اعطينا تقييم لشيء ابدا اليوم بهذا الفيديو. ليش؟ لانه ما كان همنا فكره التقييم، همنا فكره المقلب. وانتم طبعا انتبهتوا علي وقت حكيت لكم اول فيديو انه اليوم الفيديو رح يكون على كيفكم وكذا. احمد لك خبر ولا لا؟ الي خبر طبعا. له خبر، وكان رح يفضحني كل شوي يقول لي الا مقلب الا. صراحه عصبت من الجوله الاولى، عصبت كثير. خلينا نفتحها. شو الوضع عندك؟ عندي طبقتين وبقلبها كراميل. بسم الله. بحب هاي النوعيه الصراحه. احمد 1 2 3 4 خذ الاربعه واعطيني بس هي الوحده. هي وحده قبلان اتفقنا؟ لا والله. لا والله. مريم صراحه انا حسيتك ثاني مره ما عصبتي كثير. هل حسيتي في مقلب؟ هلا هي حسيتي؟ هي قالت انه في مقلب بس ما كانت عارفه. انا شرحت لها انه لا مو مقلب. جد حسيتي ولا لا؟ كيف حسيتي؟ طبعا كلكم عم تطلبوا بالكومنتات مقلب باحمد بمحمد. محمد معنا اليوم ورا الكاميرا ولكن ما حدا عم يطلب بمريم، فانا قررت نعمل اليوم مقلب بمريم ونشوف رده فعلها كيف رح تكون. وطبعا اكيد قادم مقالب باحمد والاستاذ محمد. لابد من هذا الموضوع. ليش؟ لانه هن بتوقعوا انه انا رح اعمل مقلب ولكن ما بيعرفوا شو هو. مره كنا عم نعمل تحدي عجله الحظ، كان من بينات الاشياء السيئه اللي بتنحط على البيتزا هي الشوكولا. فلما طلعت لمريم انبسطت قالت اوه شوكولا مع البيتزا. عن جد في شغله انه هذا المقلب اللي عملناه اليوم بمريم هو نفسه عاملينه من قبل بمين؟ الاستاذ احمد. فانا مستحيل ارجع اعمل فيه نفس هذا المقلب نهائي، ولكن حبينا نشوف رده فعل مريم على هذا الشيء. احمد كثير عملته من قبل فيه، مره ومرتين وثلاثه يمكن وما يكشفني. خلصنا البيتزا هلا. صحه وانا على قلبك يا مريم. بكريمها من اصلا. طبعا الفيديو اليوم نحن تجاهلنا التقييم ولكن مريم ما تجاهلته رغم كل شيء. مريم ممكن تقيمي لنا البرجر؟ يلا يا متابعين، في اغنيه كنا نغنيها على التيك توك، خلي يجي ياخذ مني شغله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مريم شو رايك بالبرجر؟ قديش تعطيها تقييم؟ 5 من 50. هدول مثل تقييماتك. شو رايك بالبطاطا؟ 50 من 50. كمان 50 من 50. بقي معنا الشوكولا، ممكن تقيمي لنا الشوكولا؟ لا انا بس كنت اقول 20 من 20، هي اكثر مني. انت كنت تقول 1000 من 100. قال له احمد قيم لي من 100 اللي 1000، قال له قيم لي من 10 اللي 100. ما استوعب يعني انت كيف نظرياتك؟ بدي اعطيكم منها. هي لا اعطيها سقف لاحمد. عن جد انك كريم. لك نحن بنعمل فيها مقلب، هي بتطعمينا اكلات من عندها. خلي ما تقسم شقفه وحده مشان تفرجي المتابعين. يا متابعين هي لاحمد لانه انا كريم. طيب انا؟ يلا خذ. لا عن جد انا خليني اخذ هي. اوكي بسم الله. كل انت مشان قيمي 5 من 50. لا بس 6 جديده هاي. بنحكي شيء اخير. مريم مروقه ومسامحتينا انا واحمد على المقلب. هي اول مره بالقناه بنعمل انا واحمد مقلب ضد حدا. وبس لك الفيديو اليوم استمتعت مع المشاهد. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم عم تتابعوا. شكرا لمريم كانت معنا وضيفتنا بهذا الفيديو. بنشوفكم في فيديو حلقه جديده. سلام.